كل سنة وحضراتكم طيبين. بسكوت العيد كما يجب أن يكون. بصوا بقى، هش ودايب ومش معضم خالص خالص وبيدوب في البق. كمان ما بيقفش في الزور ولا بيشرق، لا بسكوت بجد زي ما الكتاب بيقول. انا عايزه اقول لكم والله بالله الكاميرا ظلمه وظلمه شكله بجد في منتهى الجمال. هعمل لكم نقشتين والاتنين كويسين جدا. هقول لكم عيوب ومميزات كل واحده. ما فرش معايا في الفرن، طلعت الواحده كده بوحدتها مظبوط بالشعره، مقاديره مظبوطه جدا، كمان السكر بتاعه مظبوط والتسويه كمان مظبوطه جدا زي ما حضراتكم شايفين. واقول لكم كمان سر التسويه المظبوطه والمقادير المظبوطه والبدايل كمان ان شاء الله. كمان خف كده وطري وهش جدا، ومش معضم خالص، بيقرمش كده وطعمه جميل. ما يتشبعش من اكله، ما تقارنهوش باي بسكوت كلتيه قبل كده. وانا بقول لكم ربنا العالم بكل امانه وبكل مصداقيه، شويه بسكوت كانوا زي العسل. بس امشي معايا على نفس الخطوات. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا كده في المقادير بتاعتنا. بس قبل ما ابدا يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش. انا كان معايا كده نص قالب كده من الزبده اللي هو نص كيلو زبده فرن. انا استخدمت زبده فرن. براحتك، عايزه تستخدمي سمنه مفيش اي مشكله، دي البديل بتاعها. ممكن تستخدمي سمنه ويا ريت تكون من التلاجة، والزبده دي كمان من التلاجة، يعني متماسكه كده. ومن التلاجة كمان حطيت عليهم كوبايتين ونص من السكر البودر، وكمان نص كوباية من الزيت. ويا ريت الزيت يكون ملهوش ريحة، يعني زيت يكون جودته كويسة، من ما يكونش بتاع تمون اللي هو له ريحة نفاذة يعني، عشان يطلع معاكي البسكوت حكاية. بجد البسكوت ده مظبوط جدا. طبعا انا ضربت كل دوت بالمضرب لان انا ايديا بصراحة بتوجعني، فانا مش هقدر ان انا اعمله على ايدي. ممكن تضربيه بمضرب كهربائي، انا عملته بالعجان اقصد. ممكن تضربيه بمضرب كهربائي، ممكن تعمليه بايدك، مفيش مشكله. كنا زمان بنعمله بايدينا يعني، وامهاتنا بيعملوه بايدينا، مفيش اي مشكله خالص. حطيت كمان معلقه ممسوحه كده كبيره، تكون ممسوحه مش مليانه على الاخر، تكون ممسوحه من البيكنج باودر. هتملي المعلقه، الرسمه هتروح وهيفرش منك في الفرن. المعلقه تكون ممسوحه. خلطتهم مع بعض كده مع معلقتين 3 كبار من النشا، ودوت مش اختياري، ده اجباري. النشا ديت بتخليه تحفه جدا، مش له عرق، وبتخليه حلو قوي. كمان حطيت رشه من الملح. جبت بقى 4 بيضات. بصراحه البيض معايا كان بيض بلدي هو اللي كان متوفر، بحط بيضه بيضه لغايه ما تختفي واحط اللي بعدها. طبعا كل اللي انا بقوله دوت ممكن تعمليه بالمضرب الكهربائي، ممكن تعمليه على ايديكي نفس الخطوات بالظبط. طبعا انا كده بضرب ما فيش اي مشكله، لكن انا في خطوه معينه كده هاجيها، مش هضرب كتير علشان البسكوت ما يعضمش مني. معايا كمان كوبايه من اللبن الحليب، وده اختياري. ممكن تحط كمان البديل بتاعها كوبايه من عصير البرتقال او كوبايه من الفانتا. انا كان معايا زي ما انتم شايفين كده بودر البرتقال جايباها من عند العطار اللي هو التانج يعني، او ممكن تجيبي كيس من التانج، او لو انت عندك عصير برتقال ممكن تستغنى عنه. فانا قلت انا عايزه اديله نفس البرتقال كده، فكان شويه اخر لبن عندي في المتبقيين من الكوبايه. دوبت فيها معلقه التانك ديت، معلقه كبيره مليانه، وحطيتها كمان على البسكوت. وهضرب كويس جدا لغايه ما يختلط بكل المكونات. طبعا انا ما حطيتش اي حاجه ولا حطيت البيض غير ما اختلط كويس، السكر اختلط كويس جدا بالزبده وبقى هش كده معايا وبقى لونه ابيض فاتح زي الكريمه بالظبط. بدات ان انا احط كل مقاديري. طبعا انا كنت نسيت في الخطوه ديت، كنت نسيت الفانيليا. اصلا المفروض البيض بيتحط عليه فانيليا سايله، ممكن تحط فانيليا سايله معلقه صغيره، او باكوين كده من الفانيليا البودر. طبعا انا هحطهم دلوقتي بعد ما حطيت الدقيق كده، افتكرت وهحط كمان الفانيليا، مفيش اي مشكله، كله يتخلط في بعضه. في المرحله ديت بقى اول ما تحطي الدقيق حاسبي بقى خالص، تضربي خبطتين وتقفي، خبطتين وتقفي. لو بايديكي تعجني بالراحه من فوق لتحت، بتدخلي بس المقادير والمكونات في بعض مش اكتر. دول كان كيلو من الدقيق، يعني الكميه ديت انا استخدمت معاها كيلو من الدقيق. وبكده انا قلت لك كل التكات وكل البدايل. كمان لسه في تاني هقول لكم على حاجات تانية واحنا شغالين ان شاء الله هتقابلكم في البسكوت، علشان ما تخافوش. اولا البسكوت دوت انا هعمله مش في مكنه، انا هعمله بالكيس اللي هو كيس الحلواني، او كيس قماش اللي هو موجود عندك يعني. انا كنت اهوت نسيت الفانيليا اهوت، فحطيت شويه من الفانيليا واخلطهم مع بعض عادي. شوفي انا بضرب بس يا دوب بخلط خلطتين واقف، خلطتين واقف، علشان انا مش عايزه اقعد اضرب فيه ولا اعجن فيه كتير. انت في الاول بتمسكيه بتحسي ان هو ملزق كده في ايدك، بس ما بيمسكش في ايدك قوي يعني. يا رب يكون موضح قدامك ان هو ملزق بس مش قوي ان هو بقى مجليط ايدك كلها وماسك في ايدك كلها. هي دي القوام المظبوط اللي انا عايزاه، هو مظبوط جدا والمقادير مظبوطه جدا جدا. علشان خاطر ينزل معايا بكل سهوله في الكيس الحلواني. التيب اللي انا عملت بيه دوت اللي هو العادي خالص بتاع البسكوتات، بتروحي تشتريه من عند مستلزمات الحلواني. تقول لهم انا عايزه التيب اللي هو بتاع البسكوت اللي انا بعمل بيه اللي هو البسكوت. هيدوك بيبقى مشرشر كده من فوق وساده كده مسح من تحت.
يا رب يكون موضح قدامكم. سهل جدا، بحط في شويه كده واسحب بقى حجم البسكوته بقى زي ما انت عايزه طويله عايزاها قصيره براحتك خالص، مفيش اي مشكله. خلي ايديكي كده ميزان. وهبدا ان انا املى الصاج دوت 60 في 40. انا جايباه بحب يعني الصاج ده يعني بينجزني بصراحه للمعجنات، لو عايزه اعمل حاجه بقى قرص او اي حاجه بقى كميه او بسكوت او كحك. بس ما شاء الله هو البسكوت عمل لي كميه محترمه جدا. عمل لي الصاج دوت مليته، وعملت كمان حوالي 4 صواني من بتوع البيتزا. بص دي تاني انا عملت بيه، قلت اجربه كده اشوفه عامل ازاي. جبت بسحبه كده وجيت في الاخر عملت زي ورده كده، بس بصراحه ما كانش مظبوط معايا خالص. فانت لو قابلك المشكله دي بلاش تعملي بالتيب دوت، لان البسكوتيه ديت يعني بتفرش شويه في الفرن. هو ده اللي انا لاحظته، لكن هي بتبقى خفيفه وطعمه وحلوه قوي. بص انا وريتهولك اهوت اللي هو المشرشط كله دوت اللي هو بتاع بلح الشام تقريبا. فكويس ان انا عملت الصاج دوت، بس دي صاج 30 في 40 اللي هو الصاج الصغير. كويس ان انا عملت الصاج دوت بس. معرفش ايه الناموسه اللي ماشيه على الصاج ديت جت منين. الجو بدأ يحرر بقى، وانا علشان قاعده بقى هنا في وسط الاراضي، فالحاجات دي بقى عندنا متوفره يعني. فبص تحس البسكوته كده عامله زي علامه الاستفهام. بصراحه الحمد لله يعني ان انا زي ما قلت لكم كده ما جربتش غير الصاج دوت بس، وقلت بكل امانه ومصداقيه انا كنت ممكن ما اوريكوش بعد العمايل واكبر دماغي واوريكم التاني. بس انا برضو بقول لكم عشان لو قابلتكم المشكله ديت، انا شفتها كده حد بيعمل بنفس التيب كده، فقلت اجربه واستمريت فيه وقلت لا هجربه. بس بصراحه البسكوتيه نفشت شويه وطلع شكلها مش عاطفي خالص من الفرن. لكن انا كل الكميه عملتها اللي هي البسكوته اللي حضراتكم شايفينها ديت، اللي هو بالتيب بتاع البسكوت العادي خالص. زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا حطيته على درجه حراره 180، ولعت الفرن من تحت بس فرن سخن حطيته على 180، ولما خد لون خفيف من تحت بدات اولع عليه الشوايه، وكانت الكميه ما شاء الله خلصت. على فكره عايزه اقول لكم برده على حاجه بكل امانه ومصداقيه، هو اتهرى مني كتير قوي. ليه بقى؟ لان انا حركته بعد ما برد خالص من الصاج. ملحوظه مهمه جدا، اول ما يطلع من الفرن وهو طري كده تبداي بالراحه تحركيه من مكانه علشان خاطر ما يتهريش منك. انا اتهرى مني يعني انا دي مش الكميه كلها، انا اتهرى مني حوالي صاج كبير بسبب ان انا سبته خالص لما برد وبعدين حركته من مكانه. فملحوظه علشان الامانه، اول ما يطلع على طول تبداي تحركيه من مكانه. مالكيش دعوه بقى بالبوتاجاز، ما حدش يركز معايا علشان احنا كنا لسه مخلصين فطار بقى، وكانت المطبخ كله ايه يضرب يقلب بقى، وعملت وراه البسكوت. فيا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم اللي يشجعني، وكومنت حلو برده. واللي ما اشتركش في القناه يشرفني واشترك، ان شاء الله هتلاقوا فيها حاجات حلوه جدا ان شاء الله. انا واثقه ان هي هتعجبكم. وجربوا البسكوت بالطريقه ديت بجد هتدعوا لي. واللي جربه يا ريت يا ريت يا ريت يكتب لي ان هو جربه بنفس المقادير بالظبط ومشي على نفس الخطوات، ويقول لي عامل ايه بكل صراحه وبكل امانه، لان انا واثقه ان هو هيعجبكم جدا ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله بقى اشوفكم بقى في فيديو جديد. بصوا بقى انا حاولت ان انا اعينه، كان عندي كده ايه طبقين كده بصراحه، فقلت ان انا هعينه فيهم اخزنه فيهم فعلى العيد بقى ان شاء الله. فعينت بقى عملوا لي الطبقين الحلوين دول الامامير دول. بس بصراحه انا عايزه اقول لكم يعني حوالي طبق من دول كمان كان بسكوت مهري ومكسر. طبعا يعني مش مهري قوي، فهناكله برضو على الشام مش هيقول لا. ودول هعينهم ان شاء الله للضيوف يعني. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.